ماتش الزمالك والمريخ تعادل مخيب جدا لآمال كل الزملكاوية، خصوصا بعد نتيجة وأداء ماتش سموحة. كان معظم الزملكاوية عندهم أمل كبير إن الزمالك يقدر يخطف 3 نقط، خصوصا إن المباراة في ليبيا، يعني خارج أرض الزمالك. وكمان الزمالك هيقابل الماتش اللي جاي واللي بعده الترجي. الماتش اللي جاي قابل الترجي في تونس، وبعد كده قابل الترجي في القاهرة، فماتشين صعبين جدا. كان ال3 نقط دول هيزودوا حظوظ الزمالك ان هو في الصعود. فانا شايف بالنتيجة دي والاداء ده كمان في افريقيا الزمالك حظوظه بتقل جدا ان هو يصعد للادوار الاقصائية، الا بقى لو حصلت معجزة واللعب على نتائج الغير كالعادة. فكان شايف ان كان الزمالك يقدر يخطف الفوز، خصوصا ان الزمالك جات له فرصة في الشوط الاول مع سيف الجزيري وضيعها، والشوط الثاني كرة سيف جعفر كانت ممكن الفرص دي تترجم الفوز نادي الزمالك.